الاهلي عنده مشكله جامده جدا في الوسط من يوم اصابه امام عاشور، ومفيش حد بيقدر يبني هجمه منظمه او يصنع الفارق بتسديده او اختراق للدفاع. 2، الاهلي عنده مشكله كبيره جدا اسمها الكرات العرضيه. يعني مع ان انت عندك اجنحه منتخب مصر، بتتكلم في زيزو، بتتكلم في تريزيجيه، وعندك كمان ضيف لهم بن شرقي، لكن عندك مشكله كبيره جدا جدا بتواجهها في الكرات العرضيه. الاهلي عنده مشكله كمان في مركز راس الحربه، وجراديشار يوم فوق واسبوع تحت، ومش عارفين الاهلي، مش عارفين له مهاجم. يعني الاهلي مفيش، ده رقم 4، الاهلي مفيش عنده استقرار في التشكيله. يعني في تغييرات مستمره وفي لعيبه بتدخل فجاه، شفنا عوده محمد عبد الله بعد غياب طويل وهكذا. فانت يعني عندك مشكله كبيره جدا جدا بتطرح تساؤل كبير. 5، هبوط مستوى النجوم، ودي مشكله برضو كبيره لوحدها. ولما لعيب زي تريزيجيه او بحجم تريزيجيه يتراجع مستواه، وقفشه كذلك، فدي عندك علامه استفهام كبيره جدا، مش معروف ايه سببها. عشان كده الاهلي بيتعادل النهارده.